يعني ما تصير في خلافات بين اللاعبين والمدرب والإدارة. الكابتن عبد الكريم لاعب، الكابتن عبد الله لاعب سابق، الكابتن حمد لاعب، الكابتن فهد لاعب. تصير بينكم وبين الأجهزة الفنية خلافات، وتصير بينكم وبين الإدارة خلافات، ولكنها ما تكشف للإعلام. طبعا. إيه؟ طيب الحين سؤال يعني احنا احيانا في طرحنا مرة نبغى نكون شفافين ومرة ما نبغى المسألة تجي تنحل داخل إدارة النادي. يعني هي حسب الحالة نفسها وحسب التوجه نفسه. بعدين المبدأ يكون واحد. في نقطة مهمة معلش تسمحوا لي. يعني واحد رفض انه يكمل مع النادي. ليش ما لعب؟ يعني كل الناس حتسأل المدرب ليش انت ما لعبت هذا اللاعب؟ السؤال ابو فهد هل يقدر يكذب؟ هل يقول لا؟ هل يقول مثلا لا انا والله اللاعب مصاب؟ انا استبعدت ولا انا استبعدته؟ طب لو خرج اللاعب وقال انا جاهز للمشاركة والمدرب ابعد مو على يعني كذا باللاعب. انا اتكلم لك انه نونو سانتو وضع المسمار الاول في نعش رحيله. هذا اللي عندك يا ابو فهد. طيب هذا اللي عندك. هذا اللي عندك. اللاعب ابدا رغبته الان هو ما فضحها. اللاعب قال لك انا رغبتي اني ما اكمل. المدرب جاء وضح الصوره. ما يصير اعتمد على لاعب ما عنده رغبه في انه يكمل في النادي مع الفريق. طيب ليش كابتن ابو عبد الله؟ الحين ما ندري ليش. لا نقطه. ثانيا معليه المدرب ترى مو فاضي قاعد يحل مشاكل اللاعبين. انا اتفق معاك. عندي 30 لاعب اقعد كل ساعه بحل المشاكل. الله يطول عمرك، انا متفق ابو عبد الله مع حديثك، ولكن الكابتن طارق موجود ويدري ما قال ابغى العب. لا لسه عبد الله يعني طارق وضع مختلف. لا عبد الله لحظه لا معليش. يمكن انا كمدرب عندي نيه بشيل لاعبين لكن لسه ما اكتملت الصوره. نعم. اخليه يلعب هو الموجود. زين ما يصير اني يمكن ما تكتمل الصوره واخسر اثنين. بس ابو عبد الله مو معقول ان مدرب، يعني مثل ما قال ابو فهد في نقطه جدا مهمه، يعني من غير معقول المدرب يطلع في المؤتمر يقول والله اللاعب قال انا ما ابي العب. هذا ما قال ما ابغى العب. هو اللي قال. لا كلام سعودي. لا نقرا شنو قال الكابتن. قال ان اللاعب ما يبي يستمر. عدم مشاركة حمد الله بالحرف كذا. عدم مشاركة حمد الله شأن داخلي وحنحله مع الإدارة. واللي قلته أنت هذه مصادر احنا نتكلم فيها، مصادر الشرق الاوسط عن هذا الخبر. والدليل الحين تتكلم عن المدرب. اسمح لي بس شوي عن المدرب. تفضل. شوف انا شخصيا لو ما طلع المدرب هذا وقال ايش السبب استبعاد المدرب حلوم المدرب. حلومه اقول له ليش انت ما لعبته؟ مش انا، اي واحد لما يجي حمد الله مباراه زاد وفي تناغم كان واضح في المباراه الماضيه بينه وبين بنزيما. دليل انه بنزيما اليوم ما كان بالشكل اللي هو كان في المباراتين الماضيه لانه افتقد لوجود هذا العنصر. واي واحد حيسال المدرب يقول له ليش ما لعبته؟ لازم هو يطلع يوضح الصوره، يقول في امور شان داخليه في النادي وحنحلها مع الاداره. بالعكس هذا كلامه هو الكلام المضبوط. ما قال انه اللاعب حيرحل ولا اللاعب قال ما ابغى العب المباراه ولا زي ما قال الاخ سعود اللي قاعد يسمع بيتكلم بالتليفون. يا سعود لو سمحت ركز معانا عشان لما انا اركز معاك. ايوه ركز معك. سعود راجع. شوف انتم الان بديتوا تستخدمون وتستعينون بالاعلام. الان جريده الرياضيه الاستاذ ماجد هود عباره قالها السيد نونو سانتو. انت قاعد تجيب لنا اسماء. لا مكان للجبناء في الفريق. مؤتمر صاخب هذا مؤتمر هذا يفتقد الى الدبلوماسيه. ذا المفروض ما عاد يسوي مؤتمر. هذا المدرب ذا يفتقد لابسط الدبلوماسيه. يعني الحرب ضد النجوم ما تنفع. دقيقه سؤال عشان تقربنا نوعا ما لوجهه نظرك. في حاله مثل هذه الحاله انت نونو سانتو وسئلت عن عدم مشاركه حمد الله في مباراه اليوم، وش تبغى تقول للناس؟ انا اقول قرار فني. يعني تكذب واساسا من هو اللي في الوسط الرياضي؟ لا في الوسط الرياضي يكذب اساسا. لا خلوني معاه دقيقه. اصبر. طيب كذب المدرب. لحظه قام المدرب وكذب، طلع اللاعب قال لا. دقيقه بالله يا ابو عبد العزيز لا ما يصير يا بس دقيقه يا ابو عبد العزيز. طلع اللاعب وقال لا انا ماني مصاب. المدرب يكذب. انا كذا اتعامل معه وفق العقد الاحتراف اللي بيني وبينه.
الحين انت تبغاني اكذب في المره الاولى يا وبعدين سيد تبغاني العزيز أعرف الشوشره اللي شوف نادي الاتحاد نادي عالمي اليوم يضم نجوم عالميين. ماشي. الشوشره اللي صارت اليوم ما يصير في نادي اغلب لاعبينه الشوشره محترفين. ما تحل بالكذب يا ابو فهد، لو ما فاز تحل اليوم بالكذب. بيقول طيب. لحظة أبو نواف. عبد الله وبرا ما تكلم، عبد الله وبرا لا لا ما بس انا بس في هذه النقطة. الاخطر في هذه ابو نواف النقطة. انه قال كلمه يا حقيقه أبو يجب ان فهد. نعتذر منها. سم. يجب ان يعني- نعتذر منها. سعود الصرامي وش يعتذر من ايش؟ يقول انه مين في الوسط الرياضي ما يكذب. اعتذر ليش؟ ايش كل الوسط لا لا هو الرياضي ما يكذب. يتكلم عن دقيقه يا اخي دقيقه يتكلم عن دقيقه مين في من الوسط الرياضي ما يكذب. وعندنا طال عمرك في مثل يقول لا غيبة لمجهول. انا ما اغتبت احد. ماشي مكتبه الوسط الرياضي كله يعني الوسط الرياضي فيه لا يمكن القصد مجازي، يمكن انا القصد مجازي يا ابو فهد. يمكن يقصد الوسط الرياضي الخارجي. هو ما يقصد الاخرين، يقصدنا نحن. قد يكون في مبالغه، قد يكون في مبالغه. هنا يجب ان يعتذر من ماشي. هذا الموجود. يا اخوي احنا نتكلم عن المؤتمر، احنا نتكلم عن المؤتمر. ابو عبد العزيز، ابو عبد العزيز نتكلم عن الموضوع. لازم كمان في احترام للراي وفي في نوعيه النقاش ما قد يكون في مبالغه، قد يكون في مبالغه في الكلام اللي ذكر، لكن المقصد يا اخوي السؤال كان ليه ما قال ابو نواف ليش ما كذب؟ لا ما قلت لك ايش ما وش كذب، قلت؟ وش المفروض يقول نونو سانتو؟ ايوه قلت انت مفروض انه يقول قرار فني. طيب قلت لي يكذب، يعني انه يكذب، قلت لي مين من اللي ما يكذب؟ ايه طيب من اللي ما